الجزء الاول من الفيديو ده اتشاف لعدد كبير من الناس وجالي كومنتات كتير بتقول عايزين فيديوهات اكتر، وانا فعلا سامعكم. النهارده الجزء الثاني طرق جديده خالص ما اتكلمناش عنها قبل كده، وبعضها انا متاكد انك ما سمعتش عنها قبل كده في اي فيديو عربي. بس خليني اكون صريح من الاول، مش هقول لك اعمل ده واكسب بكره، هقول لك طرق حقيقيه فيها مجهود وفيها وقت بس فيها نتيجه حقيقيه لو اشتغلت صح. في الفيديو ده هقول لك 6 طرق تماما مرتبه من الاسهل للاكثر دخلا، وفي نص الفيديو هقول لك الطريقه اللي انا شايفها الاذكى في السوق العربي وتنفع من دلوقتي. فخليك معايا لاخر الفيديو، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصل لك كل جديد. ولكن خليني احكي لك على حاجه حصلت بعد الفيديو الاول. بعد ما نزلت الجزء الاول جالي كومنت من فلان كتب فيه انا جربت الطرق دي كلها ومش شايف اي نتيجه، وانا رديت عليه وسالته انت جربت الطرق دي لحد امتى مثلا؟ وكان انا الرد الصادم قال لي اسبوعين بس. وده بالظبط اللي بيوقف ناس كتير، مش الطريقه اللي بتوقفهم، مش حتى المهاره، مش الوقت، اللي بيوقفهم ان هم بيتوقعوا نتيجه في وقت مش كافي. والطرق اللي احنا هنتكلم عنها النهارده زي اي طريقه تانية محتاجه صبر، بس لو صبرت النتيجه هتكون كويسه جدا. فيلا بينا نبدا. ولكن قاعده الجزء الثاني في الجزء الاول اتكلمنا عن طرق بتعتمد بشكل اساسي على مهارتك الشخصيه، ولكن في الجزء ده هنتكلم عن طرق بتعتمد اكتر على الانظمه والادوات. يعني بتبني حاجه بتشتغل حتى لو انت مش موجود، وده مش معناه انها سلبيه 100%. كل حاجه محتاجه مجهود في البدايه، بس بعد ما الاساس يتبني الشغل بيقل والدخل بيفضل. فيلا نبدا الطرق. الطريقه الاولى لازم تكون عارفها، النشر على منصات الكتابه المدفوعه. اول طريقه من الطرق وهي مناسبه جدا لو انت بتحب الكتابه، في منصات بتدفع لك على المحتوى اللي انت بتكتبه، مش على اساس الاعلانات، على اساس تفاعل القراء. واشهر المواقع دي ميديم بارتنر بروجرام، ودي بتكتب عليها مقالات بالانجليزي وبتاخد فلوس على اساس وقت قراءه الاعضاء المدفوعين. يعني في ناس بتكسب من $100 ل $10,000 في الشهر حسب جودة المحتوى وانتشاره. وعندك موقع تاني اسمه سب ستوك، بتنشئ نيوزليتر وبتتقاضى اشتراك شهري من قراءك. كل ما جمهورك كبر دخلك هيكون اكبر. وعندك كمان لينكد ان ارتلس، مش بتدفع لك مباشرة، ولكن بتبني جمهور محترف بيؤدي لغرض التعاون والعيال. ولكن هتيجي تسالني انا ماليش في اللغه الانجليزيه، ازاي ابدا بالعربي؟ المنصات دي معظمها فعلا بالانجليزي، بس تقدر تستخدم سبستاك بالعربي وتبني قائمه مشتركين عرب مدفوعين. بمعنى ان مجال الربح الاونلاين والتسويق والتطوير الذاتي من اكتر المجالات طلبا عند الجمهور العربي. والحقيقه هنا ان انت محتاج وقت عشان تبني جمهور، بس كل مقال بتكتبه بيفضل يجي لك قراء ودخل حتى بعد سنين. الطريقه الثانيه في الفيديو ده بيع منتجات، البرنت اون ديماند. وتاني طريقه في الفيديو ده معظم الناس في الوطن العربي لسه ما اكتشفتهاش. بمعنى البرنت اون ديماند يعني انك تعمل تصاميم وبتحطها على منتجات زي تيشيرتات واكواب وكفرات موبايل، الشركه بتطبع وبتشحن لما حد يشتري، انت ما بتمسش المنتج خالص. واشهر المنصات ريد بابل مجاني تماما، بترفع تصاميمك وبتاخد نسبه من كل بيعه. وعندك ميرش باي امازون الاعلى دخلا بس محتاج موافقه. وعندك كمان برنتفول مع ايتسي، وده بتبني متجرك الخاص. ولكن هتيجي تسالني ازاي تعمل التصاميم من غير خبره؟ كانفا مجاني، عندك في تصاميم جاهزه تقدر تعمل عليها، او تستخدم ميد جيرني او جيميناي توليد تصاميم بالاي اي. وخليني اقول لك على افكار تصاميم تتباع بشكل كبير. عندك اقتباسات بالعربي على تيشيرتات، او تصاميم مرتبطه بالهويه الثقافيه العربيه، وكمان تصاميم كوميديه وتصاميم المهن والتخصصات. والحقيقه دخل سلبي حقيقي، بس محتاج تبني مكتبه كبيره من التصاميم عشان تشوف نتيجه محترمه. ابدا على الاقل من 20 ل 30 تصميم على الاقل. الطريقه الثالثه في الفيديو ده بناء وبيع مواقع ويب بسيطه. ثالث طريقه وفيها دخل اعلى بكتير من معظم الطرق الثانيه. اصحاب المشاريع الصغيره والمتاجر محتاجين مواقع ويب، وكتير منهم مش عارف يعملها ومش عايز يدفع الاف لشركه برمجه. وده بالظبط مكانك، مش محتاج تتعلم برمجه، في ادوات نو كود زي وورد بريس مع المينيتور اشهرهم واسهلهم. وعندك ويكس، وعندك سكوير سبيس او دراج اند دروب من غير اي كود. وعندك ويب فلو للمتقدمين شويه بس نتيجه احترافيه جدا. لكن هتيجي تسالني ازاي تتعلم؟ يوتيوب في كورسات مجانيه كامله في اسبوعين ل3 اسابيع تقدر تعمل موقع بسيط احترافي. وهتيجي تسالني برضو ازاي تكسب؟ بتعمل موقع للعميل بسعر ما بين 500 ل 3000 واكتر من كده حسب حجمه. وكمان بتبني موقع جاهز وبتبيع على منصات زي فليب او سيم فورست، او كمان بتقدم خدمات صيانه شهريه، وده دخل متكرر ثابت كل شهر. والاذكى ان انت تدمج الاي اي في شغلك، شات جي بي تي بيكتب لك المحتوى، وميد جيرني بيعمل الصور، وانت بس بتجمع كل ده وبتنظمه. الطريقه الرابعه في الفيديو ده بيع دورات ومنتجات رقميه. رابع طريقه والاعلى دخلا على المدى الطويل
المنتج الرقمي، بتعمله مرة واحدة وبيتباع لآلاف من الناس من غير تكلفة إضافية. وأنواع المنتجات الرقمية كورسات تعليمية، كتب إلكترونية، تمبلتس وقوالب، أدوات وأدلة جاهزة، عضويات ومجتمعات مدفوعة. وإزاي تعرف إيه اللي أنت تبيعه؟ السؤال الإيجابي في الموضوع ده إيه اللي أنت اتعلمته من تجربتك الشخصية وناس تانية بتدور عليه، بمعنى إن أنت مش محتاج تكون أفضل واحد في المجال، ولكن محتاج تكون قادر تشرح بأسلوب بسيط وعملي. وعندك منصات البيع جمرود مجاني للبداية وسهل جدا، وكمان تيتشابل وسينك للكورسات الكبيره. ولو حابب تبدا وتبعد عن الحاجات دي كلها ممكن تبيع على واتساب او تليجرام للمجتمعات المدفوعه الصغيره. والحقيقه الكامله في الموضوع ده المنتج الكويس مش بيتباع مره واحده، محتاج جمهور يبيع ليه. ابدا ببناء جمهور صغير على اي منصه وبعدين بيع لهم. الطريقه الخامسه في الفيديو ده الدروب شيبينج بالاي اي. خامس طريقه يا صديقي في الفيديو ده وهي اللي وعدتك بيها في النص اللي انا شايفها الاذكى في السوق دلوقتي. الدروب شيبينج يا صديقي يعني انك بتبيع منتج اونلاين من غير حتى ما تمتلك مخزون. لما حد بيشتري منك بتطلب المنتج من المورد وهو بيشحنه للعميل مباشره. والجديد دلوقتي ان الاي اي بيتولى الجزء الاصعب، البحث عن المنتجات الناجحه وكتابه الاوصاف والتسويق. ولكن ازاي بتشتغل العمليه؟ بتدخل على الاكسبريس او علي بابا او تاجر للسوق المحلي، بتختار المنتجات اللي عليها طلب، بتعمل متجر على شوبيفاي او ايزي اوردر زي ما علمتك قبل كده، بتسوق المنتجات دي على السوشيال ميديا. ودور الاي اي هنا شات جي بي تي بيساعدك تكتب اوصاف المنتجات دي وكمان تحلل ايه المنتجات الاكثر طلب وتعمل محتوى تسويقي لكل منتج في دقائق. والحقيقه كامله هنا ان الدروب شيبينج محتاج ان انت تتعلم في التسويق والاعلانات عشان تنجح، ومش هتكسب من غير انك تتعلم ازاي توصل للناس الصح. لكن مع الاي اي الجزء ده بقى اسهل بكتير. الطريقه السادسه في الفيديو ده والاخيره بيع حسابات وصفحات السوشيال ميديا، بمعنى سادس واخر طريقه يا صديقي وكتير مش عارفينها انها موجوده. والفكرة ببساطة فيها إنك بتبني صفحة أو حساب على السوشيال ميديا، سواء بقى ده في نيتش محدد، وبعد ما بيكبر بيبقى عندك جمهور وبتبيعه. زي مثلا الناس اللي بتبني وبتبيع مواقع، في ناس بتعمل نفس الحاجة مع الصفحات. عندك منصات ممكن تقدر تبيع عليها الحسابات زي فليبا أشهر منصة لبيع المواقع والصفحات، ومنصة فيم سواب متخصص في بيع حسابات السوشيال ميديا. وممكن تدخل على جروبات على فيسبوك هتلاقي في ناس بتشتري الحاجات دي فعلا. ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه في دماغك دلوقتي ازاي تبني صفحة بسرعة؟ أول حاجة لازم تختار نيتش ضيق ومحدد، زي مثلا وصفات الكيتو للمصريين، أو نصائح الادخار لطلاب الجامعة، أو مثلا إن أنت تستخدم الاي اي لإنتاج محتوى بانتظام وركز على التفاعل مش بس على الأرقام. الصفحة فيها 10,000 متابع متفاعل في نيتش محدد ممكن تتباع بأرقام محترمة جدا. ولكن تحذير مهم جدا جدا، لازم تكون شفاف في البيع، ولازم تتأكد من سياسات المنصة اللي أنت بتبيع عليها الحساب. بعد منصات زي انستجرام فيها قواعد صارمة لنقل الملكية. وفي النهاية تعال أقول لك على مقارنة للطرق الستة وأقول لك أي واحدة فيهم تناسبك. خلينا نلخص لك الست طرق في ثواني قليلة جدا. لو بتحب الكتابة، منصات الكتابة المدفوعة أو حتى المنتجات الرقمية، أو مثلا لو بتحب التصميم أو البرنت أون ديموند مع ريد بابل أو ايتسي، أو مثلا بتحب التقنية بناء وبيع مواقع بيع، لو عندك كمان معرفة في أي مجال كورسات أو منتجات رقمية، أو لو عندك وقت للتعلم دروب شيبينج مع الاي اي، أو كمان لو عندك صبر على بناء جمهور، بناء وبيع صفحات. والقاعدة الذهبية في الموضوع ده اختار الطريقة الأقرب لشخصيتك، بمعنى مش الأعلى دخلا، لأن الأعلى دخلا من غير استمتاع مش هتكمل فيه. وخليني أقول لك على شوية أسرار هيفرقوا معاك جدا، الأسرار المشتركة في كل الطرق دي. 3 أسرار تنطبق على كل الطرق الستة. أول حاجة فيهم الاتساق بيتفوق على الموهبة، بمعنى إن شخص عادي بيشتغل كل يوم بيتفوق على موهوب بيشتغل أحيانا. في كل طريقة من دول الاتساق هو المتغير الأهم. تاني سر الجمهور الصغير المتفاعل أغلى بكتير من الكبير اللامبالي، بمعنى لو عندك 1000 شخص بيثقوا فيك وبيتفاعلوا معاك أقوى بكتير من 100,000 متابع من غير تفاعل. ركز على العلاقة مش الأرقام. تالت سر والأخير إعادة الاستثمار في البداية. أول فلوس بتكسبها مش للصرف، للاستثمار في تحسين شغلك، أداء أحسن، كورس أعمق، إعلان بسيط، ده اللي بيسرع النمو. الأرقام الحقيقية أرقام واقعية من كل طريقة من اللي أنا ذكرتها لك. منصات الكتابة ممكن تعمل منها من 50 ل 100 دولار في الشهر حسب جودة المحتوى وحجم الجمهور. عندك البرنت اون ديموند من 100 ل 1000 دولار في الشهر لو عندك مكتبة كبيرة من التصاميم. عندك بناء المواقع من 1000 ليلة ما لا نهاية لكل مشروع، وممكن تعمل 2 ل 4 مشاريع في الشهر مع الخبرة. عندك المنتجات الرقمية بتبدأ معك من 5 دولار لعدد غير محدود حسب حجم جمهورك
وسعر المنتج. والدروب شيبنج ممكن تعمل من 500 ل 2000 دولار في الشهر، لكن محتاج استثمار كبير في الاعلانات. وبيع الصفحات، مشروع واحد ناجح ممكن يجيب لك ما بين 5000 ل 50000 جنيه دفعه واحده. والكلام الاهم في الموضوع ده، الارقام دي مش هتيجي في اول شهر، هي هتيجي نتيجه شهور من العمل والتعلم والتحسين. واحنا هنا وصلنا لاخر الجزء الثاني. الجزء الاول كان عن طرق بتعتمد على مهارتك، والجزء ده عن طرق بتعتمد على انظمه وادوات. والحقيقه الاقوى هو لما تجمع بين الاتنين مع بعض، بمعنى مهاره زائد نظام يساوي دخل مستدام وقابل للنمو. يعني فلان اللي انا ذكرته لك في اول الفيديو اللي وقف بعد اسبوعين، بعد رساله تانية بعد شهر قال فيها انا عملت وشفت اول نتيجه. وده اللي بيفرق ما بين واحد بيكمل والتاني بيوقف. اللي انت تعمله دلوقتي 3 خطوات. اول حاجه هتختار طريقه واحده من ال6 اللي انا قلت لك عليهم واللي تحس انها اقرب ليك. تاني حاجه خصص ساعه في اليوم ليها وابدا من النهارده مش بكره. تالت حاجه حط في الكومنتات ان انت اخترت طريقه رقم كذا وانا هرد عليك شخصيا. ولو لسه ما شفتش الجزء الاول رابطه في الديسكريبشن عشان تاخد الصوره كامله. بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبك. ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه عشان يوصل لك كل جديد. وما تنساش شوف الفيديوهات اللي فاتت وتستنى الفيديوهات الجايه. اشوفك الفيديو الجاي بافكار جديده. سلام.